Hello everyone, this is منى مصطفى. النهارده هنتعلم 10 جمل جديدة من المواقف الحياتية، وزي ما احنا عارفين ان سلسلة فيديوهات المواقف الحياتية هدفها اننا في كونسبت بعد 3 شهور بس نكون قدرنا نوصلك انك تقول 1000 جملة بالانجليزي. طبعا وانت فاهم كل كلمة في الجمل دي وعارف تنطقها. Are you ready? Let's start. تقول ايه وانت في موقف حزين بس انت لازم تتخطى الموقف ده وتعديه. It's sad, but I have to get over it. It's sad, but I have to get over it. تقول ايه لما تبقى في مشكلة وتتمنى انك ما تعيدش نفس السيناريو اللي حصل قبل كده. Again, I hope history doesn't repeat itself. I hope history doesn't repeat itself. لما تبقى عايز تعبر لحد قد ايه انت اتبسطت بسببه. You made me so happy. You made me so happy. هتقول ايه لما تيجي تتوقع او تخمن حاجة معينة؟ Wait, let me guess. Let me guess. تقول ايه لما تبقى اجازة وفاضي مش وراك اي حاجة؟ Yeah, I'm free all the day. I'm free all the day. تقول ايه لما تبقى عايز تعبر ان الموضوع سهل ومش هياخد اي وقت منك؟ It'll take a minute. It will take a minute. لما تبقى في موقف جديد وحاسس انك قلقان جدا ومتوتر هتقول ايه؟ I'm so stressed. I'm so stressed. لما تلاقي حد بيلومك على مشكلة وانت مالكش اي ذنب فيها هتقول له ايه؟ I had nothing to do with this. Do not blame me. Do not blame me. تقول ايه لما تكون عايز تشجع حد وترفع من معنوياته؟ Hey, don't worry. I believe in you. I believe in you. لما تحب تقول انك هتتأخر بس شوية عن ميعادك هتقولها ازاي؟ Sorry guys, I'll be a little late. I'll be a little late. وبكده نكون خلصنا ال10 مواقف الحياتية للفيديو ده. نبدأ دلوقتي نتمرن عليهم ونعود لساننا انه ينطق جمل كاملة بشكل صح وسليم. This is منى مصطفى, an English instructor at Concept. See you next video. Concept. اتعلم انجليزي صح.